السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد من يوم أن لزمت الاستغفار والمال يأتيني من حيث لا أحتسب، يعني أموال ما شاء الله تبارك الرحمن، نعم، من كل مكان، ويمددكم بأموال وبنين. الله جل في علاه يقول في سورة نوح: فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم المدد، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أين يأتي المال؟ من أين؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. لا أدري من أين يأتي لكنه يأتي. والحمد لله رب العالمين. في الماضي كنا نتاجر وبضاعة بمئات آلاف الدولارات، ولكن ما كنا نحصل شيء. اليوم مسبحتي بيدي، كل وقتي مستغفر. من لازم الاستغفار، ولزوم الاستغفار هاي بتضلها بإيدك عشان تذكرك. فمش بآخر النهار تصل إلي ألف استغفار. دعك ممن يقول تستحضر ذنب وتستحضر قلب، فقط رددها: استغفر الله. اترك ذنبك واستغفر الله، استغفر الله، بدون صوت ولسان وشفتين فقط. رددها في لسانك، في فمك هيك. لكن إذا انتهيت من يومك، خلينا نشوف معاك 12-13 ألف استغفار بصيغة استغفر الله، يعني هيك: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عشان أبين لك، بس بدون صوت، فيش حاجة للصوت، وهكذا. والله ستنعم نعيم، لكن اصبر قليلا. بعد مضي يعني مدة وجيزة من الاستغفار سيبدأ أمورك تنتظم. لا يمكن للمؤمن أن يكون مهزوز، وبالأخص في جيبه، لأنه سيباع في قرض ربوي، ويشترى في وظيفة، ويتملق الناس عشان لعاعة من هذه الدنيا. فبهذا الزمان بالذات، بالتحديد هذا الزمان، الله جل لنا الاستغفار. كيف أن الاستغفار فيه كل شيء تبحث عنه في زمن لا ناصر لك فيه. كل شيء، اسمع شو بحكي أنا، أقسم بالله العلي العظيم، كل شيء تبحث عنه في هذه الدنيا الزم الاستغفار، وسيأتي الله به إليك دون أن تحتسب من أين يأتي. فقط الزم الاستغفار. لكن الذنوب، إن أحدكم ليحرم الرزق بذنب يصيبه. نعم، تب من ذنوبك، أقبل على الله، الزم الاستغفار، وخليك كل الوقت مستغفر. هذا لا ينهاك عن باقي العبادات، لكن الذي يثبت عليك أنك ماسح مسبحتك: استغفر الله. وصلت؟ اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اصحك تبكي، اصحك تقول: أنا مغموس بالقروض، إلى متى هذا الغلاء؟ إلى متى هذا الديون؟ إلى متى هذا التيه؟ مفتاح سعادتك بإيدك وبلسانك. لا، بدل أن تغتاب الناس وتسب الناس وتشتم الناس، اشغل نفسك بالاستغفار وخذ من الكريم، والله سيغرقك في كرمه. نعم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يتوبوا، نعم، بدك تتوب. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. متاع، تعرف شو متاع؟ من الذي يقول هذه الكلمة؟ أنا متاعي هالقد، لكن متاع الله بده يمتعك متاعا حسنا، حتى يعني من كل الخيرات تقطف وتعيش حياة طيبة كريمة في ملك الله. نعم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذه الآية تخص فقط المستغفر، لا تخص حافظ كتاب الله، لا تخص الذاكر، لا تخص قائم الليل، لا تخص أن نصلي ونقوم الليل ونذكر ونحفظ كتاب الله، لكنها تخص فقط المستغفر، لا يعذبه الله. وصلت؟ فالمستغفر مستثنى. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بارك الله فيكم. حبيت أوصلكم: لا تبكي بعد اليوم. إذا سمعت هذا المقطع لا تبكي، الزم
الزم الاستغفار كل الوقت، سنة سنتين ثلاثة، لي 3 سنين عدت بال 2022 رمضان 2022 هي 2025. والله الخيرات التي تأتي من كل مكان، من كل مكان. حياة طيبة كريمة، الأكل طعمه طيب، الحياة طيبة، الأمور طيبة، الأمور ميسرة، كل شيء يسير رغم كل الذي تراه من مرارات، إلا إن الأمر طيب. ألا إن الأمر فيه يسر، ألا إن الأمر مع الاستغفار فيه أرزاق وخيرات وبركات. ويعني دونوا المتابعين عندنا في قناة محمد حجازي والاستغفار على اليوتيوب، دونوا أن حتى تحصيلهم العلمي، حتى أن أولادهم هدأوا، حتى أن الأزواج بدأت يعيشوا حياة طيبة كزوج وامرأة، لا تسلط ولا أي شيء، الأمراض شفيت، الديون قضيت، الهموم أزيلت، كل شيء. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى من الله بعهده. أليس الله هو أوفى من عاهد؟ الله وعدك، الله وعدك. إذا بتلزم الاستغفار لك هذا، الزموا الاستغفار إخوتي الكرام، أكثروا من الاستغفار. والله يا جماعة إن الاستغفار مفتاح كل خير، مفتاح كل شيء تبحث عنه في هذه الدنيا. فقد ابقى استغفر الله، لكن مش تخلص اليوم وتقول لي استغفرت 1000، لأنه أنا ما استغفرتش 1000 يا جماعة، بكذب عليك إذا بقول لك أنا استغفرت 1000. أنا استغفرت عشرات الآلاف، لكني أقل القليل الآن هو يعني تقريبا أقل القليل 12,000 من باب كما فعل أبو هريرة. ولو بدك تجلس جلسة ساعة واحدة بتخلصن، بس مش مطلوب إنك تخلصن بساعة، مطلوب إنك كل اليوم من لازم الاستغفار، كل اليوم أنت تردد، جالس تقرأ، ماشي بالسيارة، أنت بالسوق، أنت مع الأصدقاء، أنت طلعت من المسجد، دخلت على أنت كل وقتك ما غالب عليك أنك إيش تردد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا تجعل، لا تقبل إنه المنظرين ينظروا لك، ما عندهم حقيقة الاستغفار. الحمد لله رب العالمين، ممكن انك تدخل على قناة محمد حجازي والاستغفار وتبحر في 1500 حلقة فقط عن الاستغفار وسورة البقرة. الله يبارك فيك ويرضى عليكم. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد ان الاستغفار هو مفتاح كل خير تبحث عنه في هذه الدنيا. لا زواج ببقاء، لا سحر، كله 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 انتهى، كله تغير، كل هم، من كل هم فرجا، وكل ضيق، من كل ضيق يا جماعة. كل ضيق مش أنا اللي قلتها، مش أنا اللي بقول لك، الله اللي قالها، الرسول عليه السلام قال لك هذه وعود، هذه وجدناها، وستصبح بإذن الله مستجاب الدعاء. إذا أكثرت في قادم الأيام وأنت مكثر ستصبح مستجاب الدعاء، لأنك مغفور الذنب. فالمغفور الذنب لا يكون عليه منعا أبدا أبدا. امسك لسانك، دير بالك، والله ما أخذت القرض الربوي إلا بسبب ذنوبك. الله عطل عليك أرزاقك فانتقلت إنك تأخذ قرض ربوي وتصير مديون وتصير مهموم. فإذا تبت من ذنوبك وأقبلت الله بالاستغفار سيغنيك الله، سيقضي عنك ديونك ويشفيك ويزوج أولادك وتجعل كل شيء تبحث عنه ستجده. بارك الله فيكم، انقلوا هذا الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.